التكنولوجيا اللي في ايدينا، اللابتوب، الموبايل، الكاميرات، كلها حاجات بتسهل حياتنا. بس يا ترى ايه اللي هيحصل لو التكنولوجيا دي اتحولت لسجن؟ بس تخيل معايا انك قاعد في امان الله وفجأة تلاقي شاشة جهازك من خلالها شخص بيأمرك انك تنفذ جرائم، شخص بمعنى اصح بيبتزك ومفيش قدامك اي مفر غير انك تطيعه. لان الحقيقة المرعبة واللي التاريخ اثبتها 100 مرة ان بعض البشر المأمورين بقيود لما بيتحطوا تحت ضغط ممكن يتحولوا لوحوش ويعملوا ابشع الجرائم، وكل ده وهم بيبرروا لنفسهم بحجة واحدة: انا ماليش ذنب، انا كنت بنفذ الاوامر وبس. وده بالظبط الكابوس اللي هيعيشه بطل فيلمنا النهارده. من غير رغي كتير يلا نخش في التفاصيل، بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وسبسكرايب وشير لك. بتبدا احداثنا في مدينه اوستن بولايه تكساس مع شاب هادي جدا اسمه نيك تشامبرز، مجرد شاب عادي بيحب السينما ومهووس بممثله اسمها جيل جوادر، وحبه ليها خلاه يعمل موقع الكتروني ضخم مخصص لمعجبيها واللي هو بيديره بنفسه. فبيضرب الحظ معاه وبيجي له مقابله معاها على العشاء وبيسافر عشان يقابلها. وبعد ما نيك بيوصل للفندق بيكون قاعد في اوضته لابس مستعد وبيعد الثواني على اللقاء المنتظر، لكن فجأة رنت التليفون بتبقى الصمت. بيكلمه شخص غامض بصوت بارد جدا اسمه كور وبيقول ان المسابقة اتلغت ومفيش عشاء، وجيل مش مهتمة تقابلك خالص. نيك بيحس ان الدنيا بتتهد فوق دماغه، لكن قبل ما كور دي يقفل معاه بيقول انا هعوضك يا عم بحاجة احسن من العشاء. بيبعت له رابط على اللابتوب. اول ما نيك بيضغط عليه الشاشة بتتقسم ويتفتح له بث مباشر من كاميرا جيل وبيكون قادر يشوفها ويسمعها. وكورد بيوضح له ان هو اللي اخترق تليفون جيل من غير ما تحس، ورغم ان نيك كان حاسس ان ده انتهاك لخصوصيتها ومرعوب من الفكره، لكن هوسه بيها وفضوله خلاه يكمل ويسيب الكاميرا مفتوحه ويتجسس عليها. ومن خلال التجسس ده بيسمع جيل وهي بتتفق في السر مع وكيل اعمالها توني، وبيكون واضح انه ما بينهم علاقه. والمفاجاه هنا اللي بتخلي قلب نيك يقف: المقابله دي هتكون في نفس الفندق اللي هو مقيم فيه دلوقتي. ومن هنا كورد بيستخدم نيك كانه اداه او كانه دميه تحت ايده، فبيطلب منه يستخدم معدات مراقبه متطوره وكاميرات كانت مترتبة وجاهزة في أوضته، كأن في حد كان مجهز له الفخ ده من بدري علشان يراقب جيل وتوني. وكورد بيفتح الكاميرا جوه أوضة توني وبيطلب من نيك يقفل النور بتاع أوضته علشان يقدر يراقبهم من الشباك في الضلمة من غير ما يتكشف. وسط كل ده بيحصل اختراق وتداخل غريب على اللابتوب وبيكون سببه 3 هاكرز بيتصلوا بنيك. الغريب انهم بيكلموه بمنتهى الاحترام على انه هاكر اسطوري اسمه نيفادا. نيك ما بيفهمش وبيقعد يقول لهم ان هو مش نيفادا، ولكن هم مصرين. فبيقفل الاتصال بسرعه لانه تركيزه كله مع المصيبه اللي هو فيها. بعد شويه جيل بتسيب اوضه توني وتمشي، وهنا بتحصل غلطه: النور في اوضه نيك بيشتغل لوحده بشكل اوتوماتيكي. توني بيبص من الشباك ويلمح الكاميرا اللي متوجهه عليه. توني بيتجنن، بيتصل بالاستقبال وبيعرف ان الاوضه اللي قدامه المفروض فاضيه، فبياخد المفتاح وبيروح عشان يتاكد بنفسه. ونيك ما بيكونش عارف يعمل ايه وبيكون مرعوب جدا. فبيجي دور الشيطان اللي هو كورد، بيأمره انه يستخبى تحت السرير وبيقول له يفتح شنطه معينه محطوطه في الاوضه بتاعته. فبيفتحها وبيلاقي صاع كهربي وكلبشات. كورد بيأمره بصوت صارم، بيقول له اول ما يدخل توني يكهربه بالصاعق. فنيك بيرفض لان هو مجرد معجب مش مجرم. وهنا بتظهر ابشع حقيقه في علم النفس: ان القيود والتهديد بيخلقوا وحوش. الانسان المأمور اما بيتحط تحت ضغط انه يتفضح او يتدمر بيقفل عقله تماما وبيصبح زي الاعمى. وبعدين نيك بيستسلم، واول ما توني بيدخل الاوضه وبيدور على الكاميرا نيك بيطلع من وراه وبيكهربه بالصاعق وبيربطه بالكلبشات، وبعدين بيهرب من الفندق وهو مش حاسس برجله. بينما الكورد بيأمن له طريقه عن طريق اختراق كل كاميرات الامن في الفندق، وبيركب عربيته وهو بينهج وبيطلب من كورد ينهي اللعبه دي ويسيبه في حاله. لكن كورد بيضحك ضحكه شيطانيه وبيكشف له ان المسابقه دي من البدايه اصلا كانت خدعه ومفيش عشاء ومفيش جوائز، وان دلوقتي هو معاه دليل فيديو النك وهو بيصعق توني وبيربطه. يعني نيك ما بقاش مجرد معجب، ده بقى مجرم وخاطف قدام القانون. ولو فكر يعصي امر واحد الفيديو هيكون على مكتب الشرطه. وكمان بيجبر نيك انه يسوق عربيته ويمشي ورا جيل لحد بيتها. في الوقت ده ال3 هاكرز بيتصلوا بيه تاني. نيك اللي حاسس انه بيغرق بيستغل الفرصه دي وبيطلب منهم يساعدوه عشان يوقعوا كورد ويعرفوا مكانه. في نفس اللحظه دي كورد بيخترق الكمبيوتر بتاع جيل وهي جوه بيتها وبيطلب من نيك يبعت ملف معين لجهازها. نيك بيحاول يتمرد ويرفض، فكورد بيفتح الكاميرا بيبين له ان هو شخصيا موجود في بيت جيل وبيثبت له انه يقدر يأذيها في جزء من الثانيه لو ما نفذش الامر. نيك بيبعت الملف والملف بيفتح عند جيل، بيكتشفوا انه عباره عن بث مباشر لتوني وهو بيتكهرب. وكورد بيجبر نيك انه يدي اوامر لجيل من خلال جهازها وبيخليها تقلع قدام الكاميرا والا توني هيتدمر. جيل بتنفذ وهي بتنهار وبتعيط. بعد ما كورد بيسجل اللي هو عايزه بيقطع الاتصال وبيهجم على جيل وبيخطفها. نيك بينفذ صبره وبيتجنن وبيقرر انه يطارد كورد بمساعده الهاكرز ال3 اللي بيقدروا اخيرا يحددوا مساره. بيفتكروا في الاول ان كورد هو نيفادا الهاكر الجامد، لكن مع شويه بحث اعمق بيكتشفوا ان كورد ده مجرد مجرم ومنتحل شخصيه نيفادا، وكمان مخلص عليه علشان يسرق مكانه ومعدات نيفادا وينفذ جرائم باسمه ويدمر الاسطوره نيفادا. بينيجي نيك وبيكون في مطاردة صعبة جدا مع الشرطة، وفي الآخر بيتقلب بالعربية وبيظهر كورد من العدم وبيخلص عليه. وبعدين كورد بيلعب أسوأ
لعبة نفسية، بيخترق شبكة الإنترنت العالمية، بيخلّي أي موقع الناس بتدخله يحوّلهم لصفحة بث مباشر، ولمّا الناس بتفتح الموقع بيتصدموا. جيل جودارد النجمة المشهورة متكتفة ومربوطة ووراها متفجرات في المصنع ممكن يكون آخر بث مباشر قدّام العالم كله ليها. وهنا كورد بيحط قانون مرعب وبيختبر فيه إنسانية الجمهور، والقانون هو لو الجمهور ساب البث وطلع مش هيأذي جيل، ولو الجمهور كمل البث فكل حاجة هتنهار فوقيها. تفتكر يا عزيزي الجمهور هيعمل ايه هنا؟ للأسف الجمهور ما قفلش الموقع عشان ينقذ جيل، لا مش ده اللي حصل. وهنا المغزى من الفيلم او المستفاد من الفيلم، وده بيفكرني يا صديقي بقصة حكاها سقراط من 4000 سنة عن راعي غنم اسمه جيوس. لقى خاتم سحري بعد زلزال فتح الأرض. لما لبس الخاتم ولفه بطريقة معينة بقى غير مرئي، يعني الناس مش مجرد بتشوفه في الأول اتصدم، لكن بعدين بدأ يستغل القوة دي. دخل القصر من غير ما حد يشوفه، قرب من الملكة، خلص على الملك واخد الحكم من نفسه. الفكرة هنا لو بقى مفيش عقاب أو نظام يحاسب فالناس ممكن تعمل أصعب الجرائم. نفس النظام ينطبق على الجمهور، هم ورا الشاشة محدش شايفهم محدش عارفهم والفضول سايقهم، والنتيجة طبعا مش محتاجة أقولك، عدد المشاهدات ضرب بالملايين والمصنع اتفجر قدام الكاميرا، والإنترنت كله بيعتقد إن جيل اتحولت لرماد بسبب أنانيتهم. وبننتقل هنا للبلوت تويست العبقري وآخر جزء في الفيلم. الهاكر ما بيكونش موت جيل قدام الكاميرا، والواضح إن المتفجرات كانت بعيد، وبيظهر إنه بيستمتع بالتلاعب النفسي. وهنا بيبين ذكاء جيل وبيقول لها تخيلي كام واحد خرج من البث، فبيطلع إن هم اللي خرجوا بس أقل من 10%. فبتتصدم وبتقول ان هي خلاص اقتنعت بفكرته وان هي هتمشي معاه طبعا، بس بيفكها، ومجرد ما بيفكها بتنزل بالكاميرا على دماغه وبتهرب، لكن بيجري وراها وبيمسكها ويربطها في العمود. وهنا بيظهر شخص من العدم بيفاجئ كورد وبيقول له ان هو نيفادا، وبيكشف له ان الشخص اللي كان معاه ده وبيتبع اوامره هو نيفادا مش نيك، وان هو انتحل شخصيته. ونيك طول الفيلم كان متخدر ونايم في امان جوه شنطه عربيه نيفادا، وطول احداث الفيلم ما حسش باي حاجه. ولما كورد افتكر انه خلاص خلص على نيفادا بعد الحادثه كان لابس واكر صوص وما ماتش، وسحب نيك الحقيقي حطه مكانه عشان يخدعه. والقصه وما فيها ان كل ده كان نيفادا بيحاول انه يعمل عمليه معقده بحيث انه يوقع كورد في الفخ. وفي اللحظه دي كورد بيكتشف انه اتلعب بيه وبيحاول يجري ويهرب من المكان بسرعه وهو مرعوب، لكن الوقت بيكون خلص والمتفجرات الاساسيه اللي هو كان زارعها في المصنع بتتفجر كلها وبينهار المصنع عليه بالكامل. وبينتهي كورد بينما نيفادا وجيل بيهربوا الملجأ آمن تحت الأرض قبل الانهيار. وبعدين نيفادا بيتكلم مع جيل وبيبرر لها هو ليه ما أنقذهاش من أول لحظة، وبيقول لها إن هو كان عايز يوقع كورد. وبعدين بيخلع القناع فبتقول له جيل أنت هتعمل بعد كده إيه؟ بيقول لها إن هو هيختفي. وطبعا عشان هي طالعة من كابوس إن الجماهير صوتوا ضدها فبتقرر هي كمان إنها تختفي وتكون إنسانة مجهولة الهوية. وبكده بيخلص فيلمنا، وما تنساش تعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل ل 100 مشترك. شفتوا البساطة يا جدعان، وسلام.